نحيي القضاء العادل كيدا في هؤلاء القتلة وكل من يهاجم القضاء اليوم. قضاء مصر قضاء نزيه، قضاء محترم، قضاء عادل. في درجات تقاضي، حضرتك تعلم درجات التقاضي، انما حضرتك عايز يقتلوا طول النهار في الناس ومفيش واحد يتحكم عليه بالاعدام، يبدا يهرب الناس بره مصر وجوه مصر ويقتل الناس ويسحلهم ويكتوي النار كل المجتمع، وحضرتك عايز تتفرج. كمنظمات حقوقيه المفروض بتدور على الحقوق ولا تبحث عن حقوق الناس، تدور على حقوق الاخوان. وللاسف قالوا لي من شويه واتمنى ان يكون صحيحا، اذا كان نقيب المحامين يتكلم في هذا الامر وعلق عليه تعليقا لا يليق بمحامي قدير زي الاستاذ سامح عاشور. لسه ما قريتش الكلام، لكن هحاول اشوف هذا الكلام اللي قاله سامح عاشور حول هذا الحكم. اتمنى ان لا يكون قال كلاما يمس القضاء، لانه في ناس قالوا طول النهار كلام يمس القضاء. وارجو حضراتكم شوفوا اهالي الشهداء. النهارده اول حكم، هو مش حكم لسه، قرار المحكمه باحاله الاوراق لفضيله المفتي. يوم 28 ابريل هيكون الحكم بالاعدام على 528. يا رب يكونوا 10,000، يا رب يكونوا 20,000. احنا مش زعلانين ابدا، اللي يقتل في البلد هو حد يزعل. حضرتك زعلان عليه يا راجل يا حقوق؟ انت ايه اللي مضايقك؟ حضرتك كنت فين امبارح؟ كنت فين النهارده؟ كنت فين اول امبارح؟ كنت فين لما الشهداء طول النهار بيتقتلوا وبيتسحل بيهم البلاء وبيتسحل بيهم الارض يعني اقول لك ايه، ولعوا فيهم، ولعوا في هدومهم، ولعوا في اجسامهم. حضرتك ما شفتش تعذيب اللي حصل للناس بعد ما اتقتلوا واتضربوا بالرصاص وتعذبوا واتسحل جثثهم وتولع فيها بالنار واترمى عليها ميه نار؟ وحضرتك كنت فين؟ منتظر ايه من القضاء؟ منتظرين القضاء يدي تعظيم سلام للارهاب، ولا حضراتكم النهارده تؤيدوا دعوات الارهاب؟ ارجو ان كل واحد يحط نفسه مكان اسره شهيد هيبقوا معانا بعد شويه. يا راجل يا مؤمن، ده الناس وهم بيقتلوا الضابط وهو كان في المستشفى ودكتور قاتل مجرم هو اللي قال لهم الحقوا، ده لسه في النفس، دخلوا كملوا عليه في المستشفى. هتشوفوا الفيديو بعد شويه. النهارده صدى بلد كمان عامله الفيديو ده، واحنا الفيديو ده كان موجود معانا. لكن شوف القتل لامتى وحضرتك بتدافع عن القتله. ما سابوهوش، الراجل كان صايم قال لهم طب شويه ميه، ما ادولوش شويه ميه، وحضرتك بتبكي النهارده على يا رب 20,000. انا بقول 20,000 خلص البلد من الارهاب. ده الحكم اللي احنا عايزينه والشعب اللي بيطالب بيه. الدايره دي دايره من دوائر الارهاب اللي هو العداله الناجزه. اي كلام اخر ما اداش فرصه ما انت عارف المحامي كان هيعمل ايه. يعني الاستاذ الضماطي واللي معاه بيعملوا ايه في القضاء؟ مبهدلين القضاء، مش سايبين القضاء يتحرك ولا عايزينه يحكم. لا ده حكم. وانا بحيي القضاة الثلاثه المحترمين. مستشار سعيد يوسف بحييك، انت راجل عظيم والله، قاضي جليل وقاضي محترم، والله لو قدامنا ابوس راسك اقسم بالله. انت والاثنين زمالك المحترمين، المستشار ابراهيم وليد، المستشار طلعت جوده. وبحيي النيابه العامه، لان النيابه العامه مقدمه قضيه فيها ادله كامله، ادله بالصوت والصوره. يعني القاضي مش محتاج شويه محامين تعبانين يطلعوا يعطلوا الدنيا. ردوا القاضي يوم السبت واترفض طلب الرد وقال لهم احكم يوم الاثنين. جايين النهارده تعملوا ايه؟ القاضي قال هحكم، لان هو عارف ان انت مش هتديله فرصه يحكم. قاضي جليل محترم والله ما جابته ولاده. طبعا زيه قضاة محترمين كتير، زي ما شفنا المستشار خالد محجوب ايام ما كان حكم الرئيس الخائن والجاسوس محمد مرسي وجماعته لما حكم عليه وهو كان في الحكم. ايضا قاضي جليل، وكل القضاة الاجلاء. وانا بقول لكم كل قضاة اجلاء، وهذا الحكم هو بدايه القصاص للشهداء. هو انتوا عايزين قصاص ولا مش عايزين؟ انتوا عايزين البلد تهدى ولا مش عايزين؟ انتوا عايزين الارهاب ينتصر ولا عايزين الدوله تنتصر؟ الدوله تنتصر بايه؟ مش بالسلاح، بالقانون. هو احنا في دوله مؤسسات وقضاء ولا ما فيش دوله مؤسسات؟ في دوله مؤسسات والقضاء. احنا عايزين العداله من هذا القضاء المصري، قضاتنا الاجلاء. ارجو الاخوه اللي اتكلموا النهارده اللي هم بيراهنوا على بره، وارجو ان يكون هناك رد على الامم المتحده اللي بتتكلم دلوقتي دخل في شاننا القضائي،
على منظمه العفو الدوليه، وانتم عارفين دول كلهم امريكان وما لهمش علاقه بحقوق الانسان، ما طلعوش ولا بيان. لا الامم المتحده طلعت بيان للشهداء المصريين، شرطه وجيش ومواطنين اللي بيتقتلوا كل يوم، ما شفناهمش. ولا منظمه العفو الدوليه شفناها، ولا منظمه حقوق الانسان شفناها. كل دول ما شفناهمش. نشوفهم مع الاخوان يتحالفوا جميعا مع التنظيم الارهابي. كل المنظمات ديت من امريكا. وخلي بالك، وانا اقول لك اهو، يمكن الامريكان النهارده الخارجيه تطلع بيان، وبكره الاوروبيين يطلعوا بيان، يتحرق كل هذه البيانات يبلوها ويشربوها. احنا مكملين على فكره مكملين، ولا هنتراجع، والقضاء مش هيتراجع. وده بدايه، وبكره في 600 واحد هيتحكم عليهم. بكره في قضيه 600 واحد ونفس القاضي، لانه الدايره دي دايره الارهاب، تنظر قضايا الارهاب في المنيا. هذا القاضي الجليل قدامه 3 4 قضايا اخرى، خلصنا منهم، خلصونا من كل هذه القضايا. حكم الاعدام، روح بعد كده لمين حضرتك؟ عندك محكمه النقض، عندك انقض الحكم. المحكمه هي حره، ايضا نثق في قضائنا. يا رب يلغي الحكم ويعمل محاكمه من جديد، ما عندناش مشكله، بس يبقى في حكم، واصر على هذا الحكم وانفذ هذا الحكم، ودرجه ثانيه وثالثه وتتعادل المحكمه لحد ما يبقى حكم نهائي، وانت لابس البدله الحمراء ويتنفذ فيك الاعدام، والعالم كله يشوف ان انت هتتعدم، انت ورئيسك ومرشدك وكل تنظيمك الارهابي. واي حد نازل الشارع بكره، وانا بقول لكم اهو، خلوا بالكم، اي دعوه عايز تنزل، الدوله مستنياك. اجهزه الدوله مش نايمه. الدعوات اللي طالعه النهارده ولا هتقدر تولع في البلد. لما تولع في البلد هيتولع فيك. لما هتقتل ناس هتتعدم. الدوله مش هتسيبك، ولا القضاء هيسيبك. وانا مره ثانيه، النهارده والله العظيم يوم تاريخي لهذا القضاء، من الايام التاريخيه لقضائنا العظيم. سيبك من 3 4 10 15 لهم، مش عايز اقول لهم علاقه بالاخوان، لكن ليهم علاقه بالارتعاش، ليهم علاقه لا، احنا واقفين ورا قضائنا. قضائنا دايما هنقف وراه، لان القضاء النهارده لو اتهز ضاعت البلد. لابد ان يكون القضاء زي ما ليه النهارده كلمه في المنيا، يكون ليه كلمه في القاهره، كلمه في اسكندريه، كلمه في كل محافظات مصر، اللي هؤلاء الارهابيين روعوا الشعب المصري من يوم 30/6 لحد النهارده. ارجو الاخوه الحقوقيين، بصوا على البلد الاول، سيبك من كلامك بتقول لي حكمك، انت مالك؟ ما شفتكش والله العظيم، والله ما شفتك بتعزي اسر الشهداء، والله ما شفتك بتعزي اهالينا ومجندين اللي اتقتلوا من كام يوم، ولا الضباط اللي استشهدوا من كام يوم، ولا الشهداء اللي بيستشهدوا طول الوقت. ما شفتكش والله. عايزين ايه؟ عايزين ايه من البلد؟ عايزين ايه من الشعب؟ عايزين الارهاب يعمل ايه في البلد؟ سيبوا القضاء. ارجو انكم تسيبوا القضاء يا مؤمنين، ارجوكم ارفعوا ايدكم عن القضاء المصري. كل واحد يحترم نفسه، كل واحد يحترم نفسه. القضاء مش لعبة، القضاء مش هيكون هو اللي هتشتغلوا عليه كمان. كفاية عليكم اشتغلتوا على الجيش واشتغلتوا على الشرطة. القضاء مش مسموح. وانا بطالب نادي القضاة، اي حد يتكلم من امبارح للنهارده بلاغات للنائب العام. انا بقول اهو، بلاغات للنائب العام ضد كل من اهان القضاء. ده قضاء مصر. انتوا بتهزروا؟ سيب القضاء. وانتوا ولا انت بتشتغل لحساب مين؟ ما حضرتك اديني اماره. تشتغل لحساب البلد ولا لحساب الارهاب؟ لحساب البلد، يبقى سيب القضاء. تتكلم كلام قانوني لو انت راجل قانوني او حقوقي او بتدور على حقوق الناس، اتكلم بس في القانون. نعم نحترم هذا الحكم ايا كان. 500 انا بقول لك 20,000، انا عايز اشوف 20,000 ينفذ سبل الاعدام بالقانون.